اللبس بيعبّر عني وعن شخصيتي وعن هويتي وعن حتى البيئة اللي أنا جاية منها وعن الlifestyle بتاعي. أهلا بيكم في بودكاست فاشن توكس. أنا مايا. معانا النهاردة ضيفة مميزة جدا من أشهر الستايلست في مصر، مروة حافظ. هاي مايا، ازيك عاملة ايه؟ الموضة في مصر اتغيرت ازاي آخر 10 سنين؟ في الحقيقة الموضة في مصر في آخر 10 سنين اتغيّرت تغيير نقدر نقول عليه تغيير جذري، وده كان لعدة أسباب. أول حاجة حسّيت إن الsocial media platforms قرّبت الناس لبعض، وخلّت الناس قادرة أكتر تشوف الfashion برّه والموضة والtrends وتلحقها بشكل أسرع. تاني حاجة كمان أثّرت إن إحنا لقينا إن street style دخل في اللبس العادي، أو بمعنى إن إحنا بدأنا ندمج اللبس العادي أو اللبس اليومي مع اللبس الخاص بالرياضة، فده أثّر برضه على الموضة أوي. كمان من الحاجات اللي أثّرت أوي على الموضة ظهور الlocal brand بعد الأزمات اللي عدّت، وبعد ما الناس بدأت دايمًا حابة إن هي تروح للبديل المصري، الlocal brand ظهر، فشكل الموضة بشكل عام كل ده أثّر عليه، كل ده اتغيّر في 10 سنين. ايه الفرق بين الموضة والترند؟ وهل ممكن اللبس يغير على ثقة الإنسان بنفسه؟ بُصّي، هو سؤال حلو أوي، لإن في ناس كتير عندها لخبطة ما بين الاتنين ده. خلّينا نقولها بشكل مبسّط أوي. الtrend هو الحاجة اللي شايعة ما بين الناس في فترة زمنية صغيّرة، ممكن تبقى شهر، ممكن تبقى 2، ممكن تبقى 3. وعامةً الtrend مش بيطلع من مؤسسات، بيطلع من مشاهير. فبيطلع حاجة شكل trend وشوية وبيروح بسرعة. أمّا الموضة هي الحاجة المنتشرة ما بين الناس لفترة زمنية أطول شوية، ممكن تقعد سَنة، ممكن تقعد سنتين، ممكن تقعد 3. ودايمًا الموضة بتخرج من بيوت الأزياء العالمية ومصممين الأزياء العالميين برضه. وطبعًا، طبعًا اللبس بيأثّر على ثقتنا بنفسنا، لإن اللبس هو بيعبّر عني وبيدّيني الimage اللي أنا عايزة الناس تشوفها تقول عليّا إيه. هاقول لِك مثال صغير دايمًا باقوله، لو أنا قاعدة في interview والهدوم بتاعتي وقع عليها أي حاجة، أنا طول الinterview مش هابقى مركّزة فيه على قد ما مركّزة في البقعة أو المكان اللي ما بقاش نضيف على الهدوم، طبعا. فده بيأثّر على ثقتي في نفسي وبياخد كمان من تركيزي وأنا في المقابلة. هل اللبس حاجة بتعبر عننا ولا ممكن نستخدمها كأداة لتوصيل رسالة؟ اللبس بيعبّر عني وعن شخصيتي وعن هويتي وعن حتى البيئة اللي أنا جاية منها وعن الlifestyle بتاعي. يعني اللي بتشتغل في بنك غير ربّة المنزل، غير واحدة شغّالة في corporate مثلًا بتشتغل ممكن تبقى لابسة casual بس up to حاجة معيّنة. فده طبعًا بيعبّر عني وعن شخصيتي وأنا مين وعايزة أقول إيه.